مش شايفه ان الفلتر ليه لازمه. يعني ايه الميه سليمه عندي في البيت؟ ملهاش لون، ملهاش طعم، ما فيهاش شوايب، ما فيهاش ريحه غير مرغوبه، نسبه الكلور في الميه مش عاليه. لو انا المواصفات في الميه خاليه من هذه العيوب يبقى الفلتر في هذه الحاله الموجود. فانا الجا للفلتر لو عندي مشاكل. طب انا مجرد شوائب لان المواسير مثلا بتاعت البيت قديمه او في مشاكل عندي في المواسير، اجيب الفلتر اللي هو المرحله الواحده مجرد بس ما يخلصني من الشوائب. عندي نسبة كلور عالية في المية خصوصا أركب الفلتر، عندي ريحة في المية غريبة، لون غريب، طعم غريب، أركب الفلتر 3 مراحل. الناس اللي عندها الخزانات، يعني في بعض المناطق بالظبط كده، نصيحتنا دايما ليهم حضرتك ولا هيناسبك الفلتر المرحلة الواحدة ولا ال7 مراحل، الفلتر ال5 مراحل. لأن الفلتر يعني الخزان فلتر 5 مراحل بيحتوي على شمعة يو في، في شمعة يو في دي بتتوصل بالكهرباء، بتتغير كل سنة ونص. فايدة الشمعة دي ايه؟ ليها دور تعقيمي، لان طبعا الخزان مفيش حد بينظفه، ممكن ينمو فيه بعض البكتيريا والفطريات اللي ممكن تكون مصادر للعدوى، النزلات المعوية والمشاكل الصحية.